بتعيطي ليه بس يا حبيبتي؟ ما كنتش اعرف انك بتكرهني بالشكل ده. انا اكرهك؟ امال ليه زعقت لي الزعيق ده كله؟ عشان غلطة بسيطة عملتها. دي غلطه بسيطه؟ على كل حال انا سامحتك، خلاص ما تعيطيش عشان خاطري. يعني خلاص مش زعلان مني؟ لا خلاص مش زعلان منك. بصني بقى زي كل يوم. بابا. نعم. فكلي الصوص ده. نعم. فكلي الصوص. حاضر. صباح الخير. الله، رايح فين؟ ننام بقى. بصلي. نعم. بقولك بصلي. أو. ايه رأيك فيا؟ كويس. كويسة كده خف. وجميلة. وايه كمان؟ لطيفة أوي. امال نبيل ما بيقوليش كده ليه؟ هو نبيل ده بني آدم؟ أنت عاوزة فنان علشان يعرف يقدر جمالك، مش نبيل الزفت بتاعك ده. نبيل عندي احسن من 1000 فنان. نبيل ده سافل علشان يستغل الظروف النهارده ويبوسك في بيتهم. هنرجع تاني للحكاية دي؟ أيوة عندك حق. صباح الخير. لا، انت لسه زعلان. لا والله مش زعلان. طيب، مش هتبوسني قبل ما تخرج؟ ده يا بابا؟ أنا مش أبوكي، ما تقوليش يا بابا. مش بابا؟ ازاي تقول كده يا بابا؟ زي ما بقولك ما تقوليش يا بابا، أنا مش أبوكي. يا رمانوري. الله، أنت بتنده على نفسك يا بابا. يا رمانوري. رمانوري تعال هنا. قول لها أنا مين. أنت الدمنهوري، يعني هتكون مين؟ ما تهزرش، قول لها الحقيقة، قول لها إنك أنت الدمنهوري وأنا الدرمالي. سلامة عقلك، انت جرى عقلك حاجة؟ انت اتجننت؟ انت اللي هتجنني. سلامتك يا بابا. ما تقوليش يا بابا، انا عصمة الدرمالي وده عصمة الدمنهوري ابوكي. لا حول ولا قوة الا بالله. يا عيني عليك يا بابا. انت مش عاوز تصدقيني وانت مش عاوز تتكلم. انا هتجنن. خليه يتربى. اوعى اديني مسدس، لازم اموته. هو مين؟ الدمنهوري. ليه؟ ده راجل غلبان. ده راجل غلبان، ده ميه من تحت تبني. تتصور مش عاوز يقول هنيه ان هو ابوها؟ امال انت تبقى ايه؟ اسمع، ما تجنديش انت كمان، فاهم؟ لا، قصدي اقول لك يعني احنا مش اتفقنا ان احنا نخبي الموضوع ده شويه؟ لحد امتى؟ دي هتتجوز بعد بكره، يعني بعد 48 ساعه. طب ما تتجوز وانت يهمك ايه؟ طب ما انت هتتجوز مشيره. ما اقدرش اتجوز مشيره. ليه؟ ما انت طول عمرك بتحبها. ايوه كنت بحبها لحد ما قابلت بنت الدمنهوري دي. لامور، يعني الحب. طب ومشيره؟
ما هو ده المطب اللي مش عارف افلت منه. يا احكي لها الحكايه واجرح شعورها، يا ما احكيلهاش وتفلت من ايدي بنت الدمنهوري. انت معاك حق، ما تتجوزش واحده ما بتحبهاش، وعشان كده انا هخلصك من مشيره. شريف ابوسك. حق دي أول مرة أسمع إن أب وبنته يتجوزوا في يوم واحد. اصل ده راجل اقتصادي عشان ما يعملش فرحين في يوم واحد. طبعا. المأذون وصل من زمان، امال ابو العروسه؟ ابو العروسه انهو؟ الدمنه ولا الدرمله؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني المزيف ولا الحقيقي؟ يعني ايه المزيف ويعني ايه الحقيقي؟ اه والله صحيح انت مش فاهم. لا خليك كده مش فاهم احسن. اهلا اهلا مشيرة. اهلا ازيك انت؟ أمال فين عزمة؟ عصمت اصله راح إيه ماله؟ لا ما مالوش انما هو الله في إيه ما تتكلم؟ لا ما فيش طب اشرب كاس واجي اقول لك. بعدين بقى يا بابا، انا خايفه لا الهزار يقلب بجد واشرب انا المقلب. ما تخافيش يا حبيبتي، عصمت راح لشريف وترجاه يخلصه من مشير عشان يتجوزك انت. صحيح والنبي يا بابا. صحيح، ده شريف ده ابن جنيه يخلص من 60 مشيره. انت بتقولي ايه؟ جرى إيه؟ في إيه يا جماعة؟ لا ما فيش حاجه. أمال فين عزمة؟ ما شفتوش. الله، مالك يا هنية؟ هي في عروسة تعيط ليلة فرحها؟ أبلة مشيرة، أنا مش ممكن أتجوز نبيل. يا خبر، انت بتقولي ايه؟ أصل أنا مكسوفة أقول لك يا أبلة. افهم من كده انك بتحبي حد تاني؟ أيوه. وهو مين؟ ما أقدرش أقول لك عشان انا فهماكي يا هنية، لكن هو بيحبك؟ أيوه. يعني اعترف لك بحبه؟ كل تصرفاته معايا أكدت لي إنه بيحبني. على العموم يا هنية، انا سعيدة قوي انك قلتي لي الحقيقة دي. بس إيه الفايدة؟ ما تخافيش يا هنية، انا هعمل المستحيل عشان باباكي يوافق على جوازك من الراجل اللي انت بتحبيه. صحيح يا أبلة مشيرة؟ وانا ارضى انك تقضي طول عمرك مع راجل ما بتحبهوش. مش أنا والنبي معايا حق. طبعا يا حبيبتي، اصل دي كانت مشكلتي، جوزوني الراجل ما بحبهوش، لكن الحمد لله اديني خلصت منه. يعني أطمن يا أبلة. طبعا يا حبيبتي. ده جواز مش لعبة. يعني مثلا ان ما كنتش انا متأكدة ان باباكي بيحبني اكتر ما بحبه، مش ممكن كنت هتجوزه. إيه؟ لكن فهماكي من غير ما تقولي حاجة، انا فهماكي. بس أنا كنت عايزة أقول لك. هتفرق بين انا فهماكي. يلا حصليني على تحت. والله ما أنت فاهمة حاجة. يعني ما عرفتش تقول لا حاجه ابدا. ايه ده؟ ما انا كنت هقول لها. الله، قدامك 5 دقايق عشان المشيره تعرف الحقيقه، فاهم؟ يا شيخ خضتنا عليه، المأذون قاعد جوه مستني من بدري. دقيقه واحده يا راجل يلا خير البر عجله. شريف، عصمت جه؟ جه، انما انا عايز اقول لك. انما ايه؟ انا عايزاك في حاجة مهمة. انا عايزك في حاجه اهم. اتفضلي. ها، خير يا شريف؟ والله ايه، هو في الحقيقه ما هوش خير قوي، انما زي ما تقولي الاحسن برضو انت تقولي لي في الاول عايزه ايه. انا عايزاك تساعدني اننا نقنع عصمت انه يمنع جواز هنية من نبيل. ايه؟ هنية ما بتحبش نبيل. والنبي ايه؟ ايوه، هي قالت لي على كل حاجة. ليه يا شيخ؟ يعني ما انتش عارف. في الحقيقه بصراحه يعني انا كنت عارف، انما كنت خايف اقول لك لحسن يعني تزعلي. لا ابدا يا شريف، كان لازم تفهمنا على الحقيقة دي قبل كده. هنية لازم تتجوز الراجل اللي بتحبه. مشيرة هانم، انت ملاك، انت انسانة عظيمة، انت لازم يتعمل لك تمثال. ما كنتش اتصور ابدا انك تضحي بحبك علشان تسعدي عصمت وهنية. مشيرة هانم، انا احييكي. انا ما عملتش غير الواجب يا شريف. كان لازم اضحي بحبي
عشان أسعد عصمت وهنية. شريف، افندم. أنا ليا طلب واحد عندك. أؤمر يا مشيرة هاني. مش عايزاك تقول لعصمت إن أنا عرفت حاجة عن الحقيقة دي. عايزة أنا أفاجئه بنفسي. مدام دي هتبقى مفاجأة العمر. هنبدأ بمين الأول؟ العروس ولا والدها؟ بنبيل طبعا، مش كده يا عزيزي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وكيل العروسة يتفضل وياخد رأيها. اتفضل خد رأيها. ودي تيجي أسألها وأبوها موجود ولا يا سيدنا الشيخ؟ هذا حق، وما عنديش مانع تكون حضرتك شاهد العقد. وأنا الشاهد الثاني. ما عنديش مانع. خلاص اتفضل ابتدي. يا ابني لابد من أخذ رأي العروسة. يا سيدي ما هي موافقة. يمكن غيرت رأيها. يعني إيه غيرت رأيها؟ خلاص أنا هاخد رأيها. يستحسن. أوام ولا يا أنكل؟ حاضر شكرا. عصمت، مشيرة. خد يا عصمت، إيه ده؟ دول تذاكر طيارة للبنان عشان شهر العسل. شهر العسل. مشيرة أنا في الحقيقة. اطلع عند أهلها. لمين؟ هنية عروستك. مشيرة. أنا عرفت الحقيقة يا عصمت. أنا مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش حاجة عصمت. لازم تعرف إني كان لا يمكن هتجوزك وإنت ما بتحبنيش، لأني مش عايزة أكرر مأساة بجوازي الأولاني. مبروك يا عصمت. الله يبارك فيك يا مشيرة. طب ونبيل؟ سيبهولي. مش تقول لي يا بني ادم ان المشيرة عرفت؟ والله هي حبت تعملها لك مفاجأة وحلفتني ما اقولش. طب شوف بقى، انا عاوز منك انك انت تفهم هنية الحقيقة كلها. فاهم هنية؟ صح النوم يا كميل، دي عارفة كل حاجة من زمان، بس حبت تعمل فيك مقلب. يعني كانت بتستغفرني؟ يعني حاجة زي كده. يا بنت الدمنهوري. المأذون بعتني أسألك إذا كنت تقبلي تتجوزي نبيل. أنا مش عايزة أتجوز نبيل. ليه بقى؟ أنت مش قلتي لي إنك بتحبيه وعايزة تتجوزيه؟ أيوة، لكن أنا كنت بكذب عليك. تكذبي عليا ليه؟ عشان بحبك أنت. أيوة، لكن أنا أبوكي. أنا بحبك زي ما تكون جوزي. إيه الكلام الفارغ ده؟ في بنت تقول الكلام ده لأبوها؟ أنا خلاص عرفت إنك مش بابا. هنية بنتي، سلامتك، أنت لازم عيانة. أنا مش عيانة أبدا. أكيد أنت عيانة، ما هو مش ممكن حد يقول الكلام ده غير لو عيان. سلامتك يا بنتي، سلامتك. ما تقوليش يا بنتي، أنت عاوز تجنني. عمو شريف، الحقني يا عمو شريف. خلاص يا اسمع، لأحسن البنت أعصابها تعبت. سبحان الله، أنتوا لازم جرى حاجة في عقلكم. هنية بنتي وأنا حر فيها، أتجوزها اللي أنا عاوزه. وبعدين بقى؟ مش عاوز كتر كلام، أنا عاوز أروح أتجوز مشيرة. عمو شريف، أنا مش ممكن أتجوز نبيل، مش ممكن. يبقى لازم تعملي زي ما خالتي عملت. خالتك عملت إيه؟ جدي الله يرحمه كان عايز يجوزها لواحد ما بتحبوش، جت ليله الفرح وراحت نطه من الشباك، رجلها انكسرت اي نعم، انما زانت. يعني عايزني أهرب وأسيب مشيرة تتجوز عصمت؟ المهم انت تنفدي بجلدك. تعالي من هنا، عربيتي واقفه بره تستنيني فيها لحد ما اجيلك. يلا على يا سيادنا العروسة فين؟ العروسة هربت. بتقول هربت؟ اي نعم، هربت. هربت؟ مع مين؟ هربت مع أبوها. هربت مع أبوها عشان إيه؟ عشان يتجوزوا. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله.
بابا. مراتي. انت اخينا ياهو. هو هنزل؟ ما نزلش، ما يظهر ناوي يبات عندها. خليك لطيف يا شريف، فيها ايه لما نستنى واحد صاحبنا شويه؟ انت ناسي انه شريكنا؟ شاركنا في المكتب، شاركنا في الشغل، مش في الحب. لا انا هسحب نصيبي من الشركه، انا ليا 99% و9 دايره. ما تدخلش الشغل في الحاجات دي يا شريف، احنا اتفقنا ان احنا نستحمل بعض ونغير على بعض. سبحان الله يا اخي، صحيح مجمع إلا لما وفق. جبلتك زي جبلته واسمك راخر زي اسمه. انت عصمت وهو عصمت. بس هو عصمة الدرملي وانا عصمة الدمنهوري. ما تفرقش. دي تفرق كتير قوي. انا دمنهوري من دمنهور، لكن هو درملي منين؟ من درملة. ايوه اتفضل. ايه رايك في الانتقام ده؟ انتقم مني تاني؟ يعني لو كنت اتجوزتيني من زمان مش كان زماني بنتقم منك بقالي سنين؟ اعمل ايه؟ مش ذنبي، بابا هو السبب. من ابوكي ده لازم انتقم منه. لا، انتقم مني انا بس. حاضر. هو ده معقول حد يعرض في جواز بنته وسعادتها من واحد بتحبه علشان فقير؟ لو كنت غني زي دلوقتي كان وافق على طول. اعمل ايه بقى؟ ما انت اتجوزتي. تصور يجوزني واحد في سنه وعمري ما حسيت بالسعادة معاه لحظة واحدة. ما هو ده اللي مجنني ومش قادر اخلصك منه. على فكرة أنا زعلانة منك. ليه يا حياتي؟ عشان كنت عارف إن أنا عيانة ومش قادرة أخرج وما كنتش عايز تيجي تشوفني. ما انا روحي اول ما عرفت جيت لك جري وجيت لك هنا البيت، ويحصل اللي يحصل بقى. ما تخافش، هو مسافر ومش راجع إلا بعد يومين. والله ليلة زي بعضها، ده عصمت راح في داهية. ازاي؟ جوزها فين؟ اهو، انزل حطله على مدي خبر لعصمت. احطله ازاي؟ عطله بأي طريقة يا بجم. يا استاذ تسمح والله يا فندم. اسمح لي اعطلك شويه. تحت امرك. معاك البتاع مش فاهم والله. البتاع اللي بيولعوا بيه السجاير. ولاعه؟ لا كبريت. لا والله ما عنديش كبريت. طب الولاعه ولا ولاعه. طب امال اللي تولع سجايرك ازاي؟ بولع سجاير ازاي؟ ما بشربش سجاير. مين؟ بس افهمني يا اخي روح اشتري كبريت بقى. افرض ما معيش فلوس. اشحتك قرش وخلصني. تشحتني يعني ايه؟ انت ما تعرفش انا مين؟ انت يظهر عليك عاوز ترغي وخلاص. ارجوك انا جاي من السفر وتعبان. يا استاذ ثم في قطارات تيجي دلوقتي، ثم انا عايز افهم تسافر بالليل ليه؟ النهار له عينين يا اخي. شيء غريب، انا حر يا استاذ. حر؟ لكن ده مش وقت مناسب ابدا للرجوع من السفر يا استاذ. خلاص انا عملت اللي عليا. السلام عليكم. اسمعوا، الشباك ده على المنور. يلا بينا. هننط من الشباك. ايوه نط من الشباك. اوعى تتحرك يا ابليس. لايقة عليا بدت السجن اهو. ان شاء الله هفصل لك واحده زيها عن قريب. وليه بس يا اخي؟ انا عملت فيك حاجه؟ كل ده وما عملتش حاجه، ما اترميت في السجن بسببك اهو. طب بس تعالى. عن اذنك يا فندم. اتفضل. بعد اذنك يا فندم. اتفضل.
انت ما نطيتش ورايا ليه من الشباك؟ ما انت اللي اتلخمت وخليت جوزها يقفشك. انا غلطت عشان طلعت انبهك وبرضه ما تمرش فيك. ليه بقى وانا مقصر في اي حاجه؟ ده انا جبت لك اكبر محامي في البلد عشان يدافع عنك. والنتيجه بانت اهو، 6 اشهر سجن. تعرف لولا المحامي كنت خدت 3 سنين. يا شيخ فر الله ولا فالك. والله العظيم بكلمك جد، لولا المحامي اثبت للمحكمه انك كنت سكران ودخلت بيت مشيره غلط كان القاضي طصك 3 سنين. 3 سنين على الاقل. ثم انت زعلان ليه؟ افرض انك واخد اجازه، استريح شويه من شغل الشركه. ما هو اخلاصي للشركه وحرصي على مستقبلها هو اللي جاب لي الكافيه، لولا الشركه ما كنتش جبت لنفسي التهمه دي. انا تبت خلاص وناوي انا ومشيره. مشيره تاني؟ انت ناوي تجرجر الشركه كلها في السجن؟ مشيره اتطلقت وانا هتجوزها. عن اذنك بقى. على فكره الجواب ده جالك من لبنان. لبنان؟ ده من هنيه بنتي. بنتك؟ دي اول مره اسمع انك ليك بنت. ايوه، اصل انا اتجوزت واحده في لبنان وقعدت معاها 2 سنين واختلفنا وانفصلنا وخدت البنت ومشيت. ليه كده يا ربي؟ ما تجيش بنتي اللي وانا مرمي في السجن. ومين قال لك انها تعرف؟ دي جايه بعد 48 ساعه. طب وماله؟ اقابلها افهمها انك انت مسافر بلاد بره وتخلص شغل الشركه. والله فكره، بس هتنزل فين؟ فين؟ عندي في البيت. لا، عندك انت. قصدك ايه؟ انت مالكش امان. عصمت، انت ما بتثقش فيا. اثق فيك في كل حاجه الا في الستات. انت راجل مجنون، دي عيله، دي بنتك تبقى زي بنتي بالظبط. عصمت، انا خدت على السجن، يعني مستعد اقتلك وارجع هنا تاني. يا راجل ما تبقاش عبيط، اطمن يا عصمت اطمن. هي طياره جايه امتى؟ يوم الخميس الساعه 11. الآنسة هنية عصمت لمراجعة مكتب الاستعلامات. الآنسة هنية عصمت لمراجعة مكتب الاستعلامات. الآنسة هنية عصمت لمراجعة مكتب الاستعلامات. ميرسي قوي. مش معقول، هتشيليها تاني؟ وما شيلهاش ليه؟ تقيل عليكي، وما يصحش الايدين الحلوين دول يشيلوا حاجه. ميرسي، اديني الشنطة. لا مش ممكن. دخيلك يا خي. دخيلك؟ انت لبنانيه؟ مصرية يا سيدي، بس من فضلك بقى ما تعطلنيش. اصل دخيلك دي مش من هنا. انت هتناسبني يا اخي. اوف. من فضلك يا مدموزيل، انا هنية عصمت. لحظة واحدة. أستاذ عصمت، أستاذ عصمت. أيوة هو ده الأستاذ عصمت. يا حبيبي يا بابا. بابا؟ متأسفة عشان ما عرفتكش، ما كنتش أعرف إنك بابا يا بابا. وحشتني وحشتني قوي قوي. 16 سنة وأنت بعيد عني يا بابا. تعالي يا هنية. يا حبيبي يا بابا. الشنط.
اظن دلوقتي انا اشيل واحده وانت واحده. لا انا هشيل الاتنين. اقول لك ولا انا ولا انت. شيال. ازيك يا هنيه؟ ازيك انت يا بابا؟ تصور ان النهارده اول مره في حياتي اقول كلمه يا بابا. انا كنت عاوز اقول لك. ما تقولش حاجه ابدا يا بابا، انا اللي عايزه اقول لك حاجات كتير قوي. لا يعني مش قصدي، انا كنت عاوز اقول لك. تعرف يا بابا انا ما كنتش فاكراك كده. ازاي بقى؟ كنت فاكراك انك راجل عجوز وشكلك وحش وقصير. ما هو برضو كده. هو كده فشل يا بابا، ده انت قمر قمر يا بابا. كنت خايفه اموت احسن ما تجيش تاخدني من المطار. فعلا كان في حد تاني هيجيلك. كنت زعلت قوي قوي. لا بكلمك جد، كان في حد تاني هيستقبلك في المطار. هون عليك يا بابا. طبعا لا، بس يعني افرضي انه باباكي مسافر مش موجود في مصر. كنت رجعت لبنان على طول. يا خبر ابيض، يعني لو كنت عرفتي انه باباكي مش هنا كنت سافرت تاني؟ طبعا، وايه اللي كان هيقعدني في مصر؟ انا متفقه على كده مع خالتي. على فكره بتسلم عليك قوي قوي. الله يسلمك ويسلمها. زيها وزي الولاد. هي لسه اتجوزت لما هيبقى عندها اولاد. ما انا عارف انها ما اتجوزتش، بس ده ما يمنعش ان انا اسال عن ولادها. هو في واحده بتخلف من غير ما تتجوز يا بابا؟ كتير كتير كتير. انا مش قصدي خالتك دي، انا قصدي خالتك التانية. يا بابا انا ما عنديش الا خاله واحده بس. يا عبيطة، انا مش قصدي خالتك انتي، انا قصدي خالتي انا. انت عندك خاله في لبنان يا بابا؟ في لبنان وفي مصر وفي اليمن، شوية في كل حتة. على فكره يا بابا خالتي قالت لي اسالك على حاجه عشان اشوفك فاكرها ولا لا. شوفي ده تمثال رمسيس. الله ده حلو قوي. بص بقى يا سيدي. شوفي دي محطة مصر. دي محطة كبيرة خالص. كبيرة. الله، ايه ده كله ايه ده كله؟ انا ما كنتش فاكراك رغاني بالشكل ده. الله ايه ده؟ ده حمام السباحة. الله. عجبك؟ جدا. طب اطلعي فوق بقى عشان تشوفي اوضتك. اوضتي؟ ليه؟ هو انا هنام لوحدي؟ ما هو مفيش ما هو ولا حاجه، اوضتي هي اوضتك ورجلي على رجلك. المفروض انك انت يبقى ليكي. ابدا، انا يمكن اتساهل وكل واحد منا ينام في سرير لوحده. طب بس نطلع نشوف. يعني وافقت. طلع شنط فوق. ايه رايك في اوضه النوم؟ حلو قوي. جنان جنان جنان. استنى يا عم خليل. انا هخلي لك البيت ده جنه، البيت من غير ست ما يسويش حاجه، مش كده يا عم خليل يا فندم؟ مش كلامي تمام يا عم خليل؟ تمام يا فندم. استنى يا عم خليل. وانت قول تمام ولا مش تمام؟ تمام. الله، انت بتترعش ولا ايه؟ الظاهر خدت انفلونزا. طب ده انت لازم تستريح حالا. ايه هدومك ايه؟ لا مفيش لزوم. مفيش لزوم ازاي؟ اسمع الكلام. طيب حاضر حاضر. طيب هستنى تاني يا فندم. لا معلش تقدر تنزل انت. الله، ما قلعتش ليه؟ اقلع كده؟ لا معلش اصل انا عندي مشوار مهم، ساعة واحدة وارجع لك على طول. طب اسمع يا بابا. نعم. انا عايزه منك صوره. ليه؟ عشان احطها جنبي على الكومودينو. طيب حاضر. استنى بس. ايه بس؟ عايزه منك حاجه. شوف، تقول صوره مين دي؟
دي صورة ايه مش عارفها؟ دي صورة واحدة ست. اخسى عليك يا بابا، واحدة ست كده بس. أمال راجل؟ طب تعالى معايا. دي يا سيدي صورة واحدة اتجوزتها وكنت بتحبها قوي. اتجوزتها؟ أنا عمري ما اتجوزت. بابا اخسى عليك. دي صورة مامتك. تمام. أنا آسف، أنا كنت نسيت. لا انت ما كنتش نسيت، انت زعلان منها عشان هي سابتك، لكن هي عندها حق. إزاي بقى؟ قالت لي انك بتحب تشرب وبتلعب كتير. اللي فات مات، أنا هسيبك دلوقتي بقى عشان تستريحي. ها؟ بابا. نعم. فك لي زراير الفستان يا بابا من فضلك. حاضر. بابا. نعم. هات لي من فضلك قميص نوم من الشنطة. لا هو ده لا بقى، تروحي جيبيه انت بنفسك عن اذنك. انا مش ممكن استنى هنا بعد كده ابدا يا اسم البيه. انا راجل دم حر، ده لو كان اتجوز كان خلف قدها. ابن الجنيه بيجيبهم منين دول؟ انا استحملت كتير يا بيه قبل كده وكنت بفوت، لكن المره دي ابدا. انا راجل دم حر. فعلا فعلا انت راجل تمام. ما تفوتش الا السن المناسب، انما عيله صغيره زي دي لا. هي فين دلوقتي؟ اوضه الضيوف. انا رايح اشوفها. قصدي رايح انزلها. مش ممكن تستنى هنا ابدا، انا لازم امنع الجريمه دي قبل ما تحصل، ولا تعكر دمك الحر. سعيدة. انت مين؟ انا الصراف. صراف ايه؟ الخزنه تحت ايدي مليانه فلوس، يكفيك قد ايه وتسيب عصمت في حاله وتوريني عرض كتافك؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ 100 جنيه اها. الله، انت مجنون؟ 200 جنيه اها وتسيبيه في حاله. انت فاكرني مين؟ ازاي تكلمني باللهجه دي؟ يا صلاة النبي، فكرك ايه؟ فكرك واحدة زي كل الوحايد، صغيرة اي نعم، لكن باين عليكي تلعبي بالبيضة والحجر. انا عايز افهم حاجه، انت ازاي تدخل اوضتي من غير ما تخبط؟ وازاي تتجرأ تقول لي الكلام الفارغ ده؟ والنبي خشي يا بنت محبي، خشي. عايزة كام؟ 300 جنيه؟ ولا مليون جنيه اسيبه، ده انا ما صدقت لقيته. طبعا لقية لقمة طرية. عايزة كام؟ 350؟ يلا. انا بدي افهم حاجه، هو اللي بعتك هنا؟ وهو يبعتني عشان ايه؟ 375 وتحلي عنه. الظاهر انك غلطان قوي، لان اللي بيني وبينه ما يتقدرش بالمال. لا يا شيخة، حضرتك تعرفيه من امتى؟ اعرفه من سنين طويله يا استاذ. سنين ايه يا بنت انت هتجننيني؟ هو انا لسه هجننك؟ ما انت مجنون جاهز. معلش هستحملك. 400 جنيه قلت ايه؟ انا مش هرد عليك. تكونيش حضرتك فاكرة ان عصمت بيحبك؟ انا متاكده انه بيحبني. تبقي حضرتك عبيطة، لان عصمت مش بتاع حب، ده كازانوفا، ده زير نساء. ده اشرف منك ومن الف زيك. يا حبيبتي طوعيني، محدش يعرف عصمت زيي. امشي اخرج بره، اطلع من هنا حالا. اتفضل. ايه في ايه بس؟ بابا اطرد الراجل ده من هنا حالا يا بابا. بابا حصل ايه بس؟ بيقول عليك كلام وحش قوي يا بابا، بيقول عليك زير يا بابا. زير؟ لا هو ما يقصدنيش انا، هو قصده عصمت الدرغالي زميلنا في الشركه. مش كده يا شريف؟ لا مش كده، انا اقصدك انت. شايف يا بابا؟ سمعت بقى بيقول عليك ايه؟ معلش ده بيهزر. مش انت بتهزر يا شريف؟ ما تضربش. ايه ده؟ تعالى معايا. اوعى سيب. تعالى. الله. زير قال، زير في عينك. ما تقوليش كده، انا لا يمكن اقف على ارتكاب جريمه زي دي. يا راجل اقعد خليني افهمك الحكايه. هتفهمني ايه؟ هتقول لي انها بنتك عشان كده بتقول لك يا بابا؟ الكلام ده غيري ياكل منه، لكن انا لا، انا عجنك وخبزك. يوه يا راجل حاول انك تفهمني. اتفضل اقرا الجواب ده. ما بقراش. اقرا الجواب ده. طب ما تزقش. خلي المكواجي يكويهم كويس يا عم. خليل يا فندم،
متشكرة قوي يا عم خليل. طب يا بني ادم لما قابلتها في المطار ما قلتلهاش الحقيقه ليه؟ ما قدرتش يا شريف، اتعلقت في رقبتي. يا حبيبي يا بابا، وحشتني يا بابا، ازيك يا بابا، كنت هعيط جنبها. طب ما قلتليش انا الحكايه دي من بدري ليه؟ ما عرفتهاش غير اول امبارح من الدمنهوري في السجن وانت كنت في اسكندريه. بتضحك على ايه دلوقتي؟ بضحك على خيبتك. يا سلام لو طبت علينا دلوقتي مشيرة هانم هيحصل جريمة في البيت. بتعمل ايه؟ هطلب بوليس النجدة من دلوقتي. شريف، اسمع، اطلع لهنية وقول لي على كل حاجة. وانت ما تطلعش ليه؟ علشان خاطر اسمع يا شريف. اتحايل عليا شوية. ابوس ايدك. لا ما ينفعش. ابوس. طالع. متشكر. ادخل. أفندم، عاوز تقولي حاجة تانية على بابا؟ يا شيخ انت صدقت كلامي؟ انا دايما احب اهزر، بكره هتعرفيني كويس. والله يا شيخ أنا كنت بفتكرك بتتكلم جد. وانا اتكلم جد ابدا. أبدا أبدا. لا يعني برضه ساعات الواحد يتكلم جد، زي دلوقتي مثلا. عايز اتكلم معاكي في موضوع جد جدا جدا جدا. قبل ما تقولي أي حاجة، بذمتك إيه رأيك في بابا؟ مش دمه خفيف موت؟ أنا بيتهيألي أفضل قاعدة معاه طول عمري، ما سيبهوش لحظة واحدة. بس انا اسمع، أنت ليك أب. طبعا، وما انا طلعت كده شيطاني؟ لا مش قصدي، يعني قصدي أقول يعني عايش. لا انا يتيم. يا عيني. لكن طبعا عشت معاه وشفته. ايه يا ما هشكني، يا ما دلعني، كان يحطني دايما على رجله كده يعمل لي، وبعدين يقوم يغير البدله. ليه؟ انت عارفه طبعا الاولاد الصغيرين لما بيقعدوا على حجر ابهاتهم بيعملوا يعني حسيت بحنية الأب. تصور إن كلمة بابا ما طلعتش من بقي إلا النهاردة. ياما قضيت أيام في المدرسة الداخلية اللي كنت فيها، وكنت بشوف كل البنات وأبهاتهم وقرايبهم بيجوا يشوفوه، لكن أنا ما كانش ليا أب، ما كانش بيجي بابا يزورني أبدا. لكن دلوقتي خلاص بقالي أب، وأحلى أب في الدنيا، وبقالي عم كمان. هو فين؟ مين؟ انت. انا هقول لك يا عمي، نفسي يبقى لي عيله يحبوني وانا كمان احبهم. ده انا هبقى عمك وامك وخالتك كمان. يا حبيبي يا عمو. كمان واحده. انا بقى. قول لي بقى، ايه الكلام الجد اللي كنت عايز تقوله لي؟ انا كنت عايز اقول لك ان من هنا ورايح ما تقوليليش الا يا عم. حاضر يا عمو. عن اذنك نازل اخويا. اخوك مين؟ الله، انا مين؟ انت عمو. كويس، واخويا يبقى مين؟ يبقى بابي. خلاص اهو انا نازل لبابي. بتوع مين الفساتين دول؟ بتوع الست ست مين؟ الست اللي عصمت جوه؟ ايوه يا فندم. ربنا يخليك يا عمي، والنبي تبقى عمي يا عمي. عمي يعني ما قلتلهاش حاجه؟ اقولها ازاي؟ دي قالت لي شويه حاجات خلتني كنت هتبناها انا اخر. اطلع اقول لها انا. اطلع. ما اطلعش. ما اطلعش.
اهلا مشيرة حبيبتي. حبيبتك. مين الست الهانم اللي جايبه هدومها وقاعده عندك؟ عايزه اشوفها. تعالي وانا هقول لك على كل هتقول ايه؟ اوعى سيب. بس هقول لك هتقول ايه؟ اختك؟ لا مش اختي. امك؟ بلاش الادب. ها؟ اصلك انت بتفهم في الادب قوي. تكونش بنتك؟ ايوه بنتي. يا سلام، ما كنتش فاهمه ان دمك خفيف للدرجه دي. متشكر قوي. طب تعالي بس اما اقول لك. طب سيب من غير ما تزق. ما بزقش. اما شوف هتقولي ايه. اتفضل قول، اتكلم، اكذب زي ما انت عايز. يا ستي البنت اللي في البيت ده بنتي. بس انت لسه برضه مصمم انها بنتك؟ بس اقعدي واهدي واسمعيني كويس. اتفضلي. اتفضل. اديني قعدت. نعم افندم، اكذب زي ما انت عايز. بقى يا ستي الحكايه وما فيها ان انا اتجوزت وانا صغير، خلفت بنت، امها سابتني، قعدت 16 سنه ما اشوفهمش، فجاه ظهرت البنت، طبعا لازم اجيبها هنا. هي دي بس الحكايه. برافو برافو برافو. ما كنتش عارفه انك مؤلف كبير بالشكل ده للنهارده. يعني مش عاوزه تصدقيني؟ عايزني اصدق انك تقدر تخلف بنت طويله عريضه قد دي وتلبس الهدوم اللي شفتها انا مع خليل؟ وما خلفش ليه؟ حاجه صعبه قوي. مفيش حاجه صعبه عليك ابدا، انما تخلف بنت قد دي لا. صدقيني يا حبيبتي، اذا كنت بكذب عليكي هنكشف. طيب خلاص. طيب خلاص ايه؟ هصدقك. وطبعا الست مامتها هي اللي جابتها وصلتها لحد هنا. الست مامتها تعيش انت. بكره هتشغلك عني وتشاركني في حبك. يا عبيطه، هي حبها شكل وانت حبك شكل. هي بنتي لكن انت حبيبتي، حياتي، روحي. صحيح؟ والله. طب اثبت لي كده. يا روحي قوي. تعالي. بابا فين يا عمو؟ ده جوه في المكتب مشغول شويه. راح فين؟ بقول لك مشغول. قال لك هو انا هعطله؟ ايوه بس انا بقول لك مشغول علشان افهميني بس اصلا. المره دي صحيح دقني، اعتبريني انا اللي غلطان. تعرف انك انت زودتها قوي؟ انا عمري ما شفت واحد بيزعل خطيبته بالطريقه دي كل يوم والتاني. خطيبتي مين؟ يا سلام، وكمان عاوز تفسخ الخطوبه. خطيبتك مشيره اللي ضفرها برقبتك. ايه؟ عصمت. تصوري يا هنيه مخطوب لست لطيفه زي مشيره وباستمرار بيعجن عليها. لا يا عمو، انا هزعل منك بقى. ليه تعمل كده؟ دي لطيفه خالص. اسأل ابوكي، هو اللي عارف كل حاجه. ما تتكلم يا سي عصمت. اتكلم. قول انا مزعلها في ايه. قول. ما تقول. اتكلم. اهم شيء بارد صحيح. تتصور انك نسيتني ان انا اعرفهم ببعض. هنيه بنتي، مشيره هانم، خطيبه عمو شريف. كتك البلا جبت لي وجع القلب. اتمنى ان انا اكون اقنعتك يا هانم. شويه. شايف لسه ما اقتنعتش. اتفضل عشان اقنعها. تعالى بس سيبك. لطيفه قوي هنيه. طلع لابوها. تقدر تقول لي بقى ليه قدمتني لها على اني خطيبه شريف؟ اصل اول يوم بتيجي وما شافتش ابوها بقالها 16 سنه. مش ممكن اقول لها انه ابوها مخطوب وهيتجوز على طول كده. ايوه بس هيجي يوم وهتعرف. وانا اللي اقول لها يا حبيبتي، بس شويه. تعرف لما شفت فساتينها مع خليل كنت ناويه اعمل فيك ايه؟ ايه؟ انتقم منك. انتقم يا حبيبتي، نفسي انتقم. مش يا عم خليل. خد يا عم. ميرسي. قول لي بقى، انت مش بتحب خطيبتك؟ خطيبتي؟
خطبت مين؟ خطيبتك مين؟ قبل مشيرة. مشيرة؟ يا نهار اسود، ده كان ابوك يموتني. ليه بقى؟ وبابا دخله ايه؟ لا قصدي يعني يموتني لو ما كنتش بحبها. طب وبتزعلها ليه بقى؟ زي ما تقولي ظروف يعني. انما ما دام ابوكي قاعد معاها شويه لوحدهم تاكدي انه هيقنعها جدا. خلاص يا سي شريف، اقنعتها وسامحتك. يا سلام، مش بقول لك ابوكي ده اكبر مقنع. قولي يا بابي، نعم. مين اللي طلع غلطان فيهم؟ طبعا عمو شريف. خلاص بقى يا عمو، يبقى لازم تيجي تبوسني. يا سلام يا سلام على افكارك يا بنت المقنعه. اكسكوز مي، سامحيني يا روحي، حقك عليا، انا من ايدك دي لايدك دي، انا تحت امرك. انت رغاي كده ليه؟ اخلص، سامحيني يا روحي، انا تحت امرك. الله، طب وانت ايه اللي مزعلك يا بابي؟ واحد وبيبوس خطيبته، فيها حاجة دي؟ انا عارفة. لا انا اصلي ما احبش بنت في سنك تشوف المناظر دي، وانا راجل عندي تقاليد، ثم مسألة الاخلاق دي عندي مهمة جدا جدا. اهي دي بقى دي بقى ايه؟ اهي دي بقى احسن حاجة في اخلاق باباك. قوي ما يعرفش يكذب ابدا، بيخاف من ربنا خالص. قوي قوي. مستنياك الليلة عندي، ما تتأخرش. باي باي يا حلو. باي باي يا ستي. ايه رايحين فين؟ ايه مروح انا وخطيبتي. هنية وصليهم لحد العربية. حاضر يا بابا. ما سعادة البيه. نعم. سامحني، ان بعض الظن اسم. انت كمان يا عم خليل. الف مبروك على رجوع الهانم الصغيره. انت مبسوط يا عم خليل؟ قوي. انا كمان مبسوط قوي قوي قوي. الله، انت رايح فين يا بابا؟ ولا رايح ولا حاجة. امال لابس كده ليه؟ دي اصلها بدلة جديدة وكنت بجربها. حلو؟ ها؟ حلو قوي يا بابا، مبروك. تصبح على خير. وانت من اهل. الله، انت لسه ما قلعتش يا بابا؟ وانتي لسه ما نمتيش؟ انا مستنياك عشان اقلعك. لا معلش، انا متعود اقلع لوحدي. لا، ما دام انا جيت هنا محدش يقلعك ويلبسك غيري. يلا اقلع جاكيتك، يلا. يلا. يلا ايه؟ اقلع القميص. القميص. حاضر. طب ممكن تديني البيجامه من الدولاب؟ حاضر يا بابا. ياه، الدولاب مش مترتب. معلش، كل حاجة في البيت ده هتتغير. اتفضل يا سي بابا. الله، بابا، انت رحت فين يا بابا؟ انا هنا في الحمام. انت هتقلع في الحمام؟ معلش عشان متعود على كده. اديني البيجامه. انا مش قلت لك ان كل حاجة في البيت ده لازم تتغير؟ بضحك على صاحبك اللي اسمه عصمت الدرملي. هو جه؟ لا، ده كاتب جواب لواحدة، انما اسلوبه يموت من الضحك، عامل زي اسلوب التلامذة بالظبط. الله، مالك انت زعلت؟ لا ابدا. امال قطعت الجواب ليه؟ علشان ما يصحش بنت في سنك تقرا الحاجات دي. طيب انا متأسفة يا بابا. خلاص. لا، ده انت زعلان. لا ابدا. طب اذا كنت مش زعلان مني تعالى بص. دي مش بوسة دي، امال ايه؟ زي ما تكون بتلزق ورقة بوسطة.
البوسة تبقى كده. يلا بقى عشان تنام. انام؟ المفروض في الدنيا كلها الاب والام هم اللي ينيموا ولادهم، مش ولادهم ينيموهم. لما يكون ولادهم كبار كده زيي يحصل العكس. يلا بقى على السرير. حاضر. ايه بتعملي ايه؟ هقلعك الجزمة. لا معلش انا متعود اقلعها لوحدي. احنا مش قلنا كل حاجة متعود عليها لازم تتغير؟ اتفضلي. الو. اهلا وسهلا. ها؟ لا ازاي؟ ايه هو اللي ازاي؟ انا بقالي ساعة مستنياك. جالك كلامي ان الست هنية هتعكنن عليا حياتي. تعرف لو ما جيتش بعد نص ساعة هجيلك انا. لا مفيش لزوم للكلام ده، انا جاي. مع السلامه يا روحي. مين ده اللي بتقوله يا روحي؟ انا قلت يا روحي؟ ها؟ استني. ده عمو شريف، علشان هو زي العيال الصغيره، ما كنتش ادلعه يزعل مني. طبعا اذنك بقى علشان انا رايح له. رايح له ازاي بس دلوقتي يا بابا؟ الشغل يا حبيبتي، الشغل. انت بتخاف من الاسد يا بابا؟ لا مش من الاسد. امال من ايه؟ من تعالي نقعد في حته تانيه. سابقني؟ ما تقدرش. طب اسم الله عليك، قوم يا ضنا ياخد اللي وقع منك. معلش ما يوقعش الا الشاطر. كفايه بقى يا بابا لحسن تدوخ. كفايه بقى لحسن دوخ. نزلني. كفايه بقى يا بابا لحسن تدوخ. دي لذيذه قوي. يا راجل اختش على دمك وانزل. مين يسابقني؟ انا. جدع اللي يحصلني. الله، والله العظيم الراجل ده اتجنن. يا عصمة تعقل. احبك يا بابا. ازاي عشت السنين دي كلها وانا بعيدة عنك؟
المايو بتاعي مش عاجبك ولا ايه؟ لا ده حلو قوي. طب يلا بقى عشان نقوم سوا. انا لسه طالع دلوقتي. ماليش دعوه، مين قال لك تقوم لوحدك؟ احنا مش اتفقنا ان كل حاجه نعملها سوا؟ حاضر. يلا يلا. حاضر. الو، اهلا شريف. خلاص حيلك بتزعق كده ليه؟ شغل ايه اللي متعطل؟ ما يتعطل يا اخي. يوه ما تفلقنيش. ايه؟ تنسحب من الشركه؟ ما تنسحب او تروح في 60 ده يا اخي. ايه؟ انا اروح في ده يا عصمت؟ انا يا عصمت يا درملي؟ انا مش هنسالك الكلمه دي ابدا ابدا ابدا. نعم؟ انا قلقتك؟ اسمع يا جدع انا جاي لك بنفسي عشان اتفاهم معاك. ايه؟ طز؟ انت بتقول لي مين طز؟ ليه انا؟ طب انا جاي لك حالا. بتزعق لمين في التليفون يا بابا؟ ده شريف زعلان عشان ما رحتش الشغل قال. انت عندك شحن النهارده يا بابا؟ شحن؟ ما الحكايه دي انا بطلتها من زمان. اوعى يكون شغلك متعطل بسببي يا بابا. انا مبسوط انك تعطليني. غصب عني، بيتهيألي انك لازم تفضل جنبي على طول. حتى لما بتغيب عني شويه بحس انك معايا برضو. ازاي؟ يعني دايما بفكر فيك، دايما في بالي. طب افرضي اني سافرت مثلا. اسافر معاك يا بابا؟ مش عارفه، بيتهيألي اني لازم اكون جنبك على طول. الاحساس ده جالي من اول ما شفتك في المطار. ساعات تغيب عني ان شاء الله دقيقه واحده ابقى زي المجنونه ومستريحش الا لما ترجع تاني. الشعور ده جالك عشان عشتي بعيد عني مده طويله. بكره يجي عريس يخطفك مني وتنسيني على طول. لو كل البنات عندهم اب زيك ما كانتش ولا واحده فيهم رضيت تتجوز. كل بنوته بتقول كده لحد ما تقابل شاب وتحبه وتتجوزه. انا مستعده احب واتجوز بس على شرط. ايه هو؟ اللي احبه واتجوزه يبقى زيك شبهك. انا ما شفتش ابدا اب بيحب بنته ويدلعها بالشكل ده. اهلا مشيره، انت كنت غلطانه فين اليومين دول؟ لازم كانت مشغوله مع خطيبها. في الحقيقه يا هنيه من يوم انت ما جيتي وانا مش عارفه اتلم على خطيبي ابدا. ايه يعني قصدك ايه؟ مش مهتم بيكي؟ انا اعرف ازاي اخليه يهتم بيا وحضرتك عارف كويس. عن اذنك انا هصالح مشيره على شريف. او النبي يا بابا اقنعها. يا مشيره انت عصبيه قوي اليومين دول، تعالي ما اقول لك حاجه، تعالي. هو يعني ما حدش عنده بنت غيرك؟ ثم هي لازم تعرف ان انا خطيبتك انت مش خطيبة شريف. انا ما قلتش حاجه لكن مش وقته. ده وقت ونص، لازم تفهمها الحقيقة ولازم نتجوز على طول. حاضر حاضر يا ستي حاضر. يعني خلاص خطوبتي على شريف انتهت؟ ما قلنا خلاص يا ستي، قلنا خلاص. اهلا يا عم. لا اهلا ولا سهلا. هو فين؟ راح فين؟ هو اصله خرج. ما خرجش. اوعي من قدامي. استنى بس يا إيه؟ عمو، انتوا اصحاب من زمان وما يصحش حاجه زي دي تزعلكم من بعض. اقعد يا عمو اقعد. اقعد لا مش هقعد انا متضايق جدا. والنبي تقعد يا عمو عشان خاطري. حضرته عايز يخرب بيتي، عايز يخلي الناس اللي بنتعامل معاهم يسيبونا. هم عرفوا؟ طبعا عرفوا. هو حاجه زي دي تستخبى؟ قال يقول لي انسحب. انا انسحب بعد ما صرفت عليها دم قلبي. هو فين؟ انا النهارده هتيجي جريمه في البيت ده بس. استنى بس. الله حلوه قوي. معلش يا عمو، ملوش لزوم. بابا مش غلطان، قبل مشيرة هي السبب. انا؟ والله يا عال تبعني عشان خاطر واحده ست. ايه الكلام ده يا شريف؟ طبعا الكلام مش عاجبك. على كل حال انا هريحك واريحه. انا من النهارده منسحب. والنبي يا عمو تستنى. ايه الحكايه يا شريف؟ انت عامل هيصه كده ليه؟ هيصه؟ ده انا هعمل جريمه في البيت ده. جريمه ايه؟ اللي يسمع كده يقول ان انا عملت مصيبه، ومع هذا يا سيدي حقك عليا. ها؟ وعليا انا كمان يا عمو. علشان خاطري. ها؟ اعمل ايه بس؟ 3 بتترجوني. خلاص مش هنسحب، هنبقى برضه شركاء. وانتي موافقة على كده قبل مشيرة؟ طب وانا مالي؟ ده شغلهم وهم حرين. لكن يا بابا ده مش معقول الكلام اللي بتقولوه ده. يا هنيه مش معقول ليه؟ ما طول عمرنا كده. طول عمركم كده؟ طبعا.
خطيبتي؟ ايوه يا اخي، يا مشيره مش خطيبتك؟ ايوه بس انا انت ايه؟ وهو هو مين؟ وهي ايه؟ انا عندي تنسحب احسن من كده. عندك حق يا هنية، وما دام عرفتي دلوقتي اننا بنحب بعض يبقى خلاص لازم تنسحب يا شريف. عندكم حق، انا هنسحب. مبروك يا اسماء. مبروك يا مشير. ربنا يهنيكم ببعض. هنية عقبالك. باي باي. انا عمري ما شفت ناس كده. ليه يا هنية؟ انت مش مبسوطة اني هتجوز بابا؟ مبروك يا أبلة مشيرة. مبروك يا بابا. يبقى خلاص نعلن الخطوبة النهارده. عن إذنكم. مالك؟ بلمت ليه؟ ما هو شريف بغباوته حل الحكاية ببساطة. ايوه بس هنيه اتصدمت. انصدمت ده ايه؟ ما بكرة تتجوز. تتجوز؟ ايوه تتجوز. انت خايف لا تتجوز؟ لا. طب وخايف ليه؟ يمكن خايف لا تعجزك تبقى جد. الليلة هستناك. الليله؟ ايوه، احنا مش اتفقنا هنعلن خطوبتنا الليلة دي؟ ايوه صحيح. اوعى تتأخر. حاضر. انت بتعيطي يعني ايه؟ لا أبدا ما بعيطش. انت زعلانه عشان هتجوز؟ لا، وهزعل ليه؟ انت مش عارفه ان انا كنت لازم اتجوز من زمان؟ أيوة عارفة. ما أنت اخترت الوقت المناسب عشان تتجوز فيه. يا هنيه، كل راجل محتاج لست تشاركه في حياته. أمال أنا جيت هنا عشان إيه؟ يا حبيبتي انت حاجه تانية، انما انا محتاج لزوجه. وما لقيتش اللي قبل مشيرة عشان تتجوزها؟ وهي مالها قبل مشيره؟ ما اعرفش، ما بستريح لهاش. حرام عليك يا شيخه، دي بتحبك وانا متاكد انكم هتكونوا اصحاب. مش معقول. أنا حلمت بيها امبارح وعملت معايا حاجات فظيعة. حلمتي بايه؟ حلمت إني بتجوز وكنت لابسة فستان الفرح وقاعدة في الكوشة. وبعدين؟ كنت حاسة إني أسعد إنسانة في الدنيا. طبعا. مش عشان كنت بتجوز، امال عشان ايه؟ عشان عريسي كان شبهك تمام. وبعدين جت قبل مشيرة وراحت خاطفة عريسي مني. يا شيخه ما تاخديش في بالك، انا عاوزك دلوقتي ايه تفرفشي علشان تحضري الحفله بتاعت الليله. ولا انت مش عاوزه تحضري الحفله؟ لا، وده معقول؟ صحتك يا روحي. صحتك يا حياتي. ايه رأيك يا هنية في الدبلة دي؟ الله، حلو قوي يا قبل مشيرة. اهلا عصمت بيه. اهلا وسهلا. اعرفك بمشيره خطيبتي شوكت بيه. اهلا وسهلا، احنا نعرف بعض قبل كده. كده؟ مراتي نبيل ابني. تشرفنا، اتفضلوا. اتفضل. مبروك عصمت بيه. مبروك مشيرة هانم. ميرسي خالص. عقبال ما نفرح بنبيل بعروسة حلوة. باذن الله. على فكرة يا عصمت، انت نسيت تعرفهم بهنية. صحيح. هنيه بنتي. اهلا بالعروسة الحلوة. أهلا بيك يا عم. لا والله، أصل ما بعرفش أرقص. مش مهم، ما دام انا عارف كفايه. وأنت بتعرف بقى. ده واخد البطولة السنة دي. في التويست البنت تقعد في ايدي ربع ساعه اخليها زي احسن رقاصه. معلش، ميرسي قوي. قوم بينا نرقص. تعرف لايقين لبعض يا شوكت.
ابوها لاقي اكتر لانه غني. ايه مالك؟ دوست على رجلي ومتأسفة يا أبلة، ما كنتش أقصد. معلش يا روح. تحبي نقعد؟ أحسن. اتفضلي. عن إذنك ثانية واحدة. تويست من فضلك. حاضر. تويست. تعالى ارقص تويست معايا يا بابا. ما انت عارفه ان انا ما اعرفش ارقص تويست. معلش تعالى بس أنا هعلمك. شايفين الدرامالي؟ الراجل ده مش هيتهد. هو كل يوم معاه واحده وكل واحده احلى من التانيه. ده واحنا قاعدين ننش. طب استنوا بقى لما بسهل. ليه بيقولوا درملي كده؟ قصدهم عصمة الدرامالي، شريكي في الشركة. اصله راجل بيصباص وكل يوم مع واحدة شكل. يظهر ان الموضه السنه دي للعواجيز. عواجيز؟ انا عندي 50 سنه. مدموزيل لوليتا. ايه اللي في القلم؟ انت متضايق يا تاتي؟ هو حد كلمك؟ انا اسف. تعمل كده بس؟ تعرفي انا لو كنت اتلميت عليهم كنت اغدغتهم. احنا مالنا ومالهم؟ دول كانوا بيتكلموا على عصمة الدرامالي. ازاي احنا مالنا ومالهم؟ مش شريكي. شريكك ده راجل بطال واخلاقه زي الزفت. طب فوتي الحكايه دي. بقول لك ايه؟ ايه رايك في نبيل؟ تسألني ليه؟ علشان ابوه قال لي علشان مالك؟ لا ابدا مفيش حاجة، بس انت فاجئتني. يعني ما قلتليش. انا مش هتجوز واحد الا اذا كان شبه بابي واخلاقه زي بابي. لكن نبيل ده ولد كويس جدا. كويس جدا في التويست، ادي اللي هو فالح فيه. وكمان بيتهيألي انه ايه؟ اخلاقه وحشة زي صاحبك عصمة الدرامالي. دي صورة أب مع بنته؟ امال دي صور ايه؟ ده عريس وعروسة في شهر العسل. هم فعلا خدوهم شوية صور كده في أول شهر وصلت. هقتله. أنا لازم أقتله 100%. أنا هقتله. ما تمسكنيش، ما تحوشنيش. هو أنا حايشك؟ راحوا فين؟ أنت يا راجل، الله إيه عقل، ما تبقاش مهووس. أنا مهووس؟ تبقى أنت معاه، أنت وهو متفقين. لكن
انا هخلص عليك. سعيد يا عم خليل. الاستاذ عصمت مستني سيادتك في المكتب. هو جه؟ هو ده عصمة الدرمالي يا بابا؟ اه. طب انا عايز اشوف الراجل البطال ده. لا مش ضروري، ابقى اعرفك بيه مره تانية. ولا على رأيك مش ضروري اعرفه خالص. هقتلك، انا لازم اقتلك. ايه اللي بتعمله ده يا مجنون؟ انا هشرب من دمك يا راجل. ايه على ظهري؟ انا لازم اخلص عليه وعليك. ايه اللي بتعمله ده؟ بتتخانق معاه ليه؟ مش كفايه مع انه كانت هتروح الليله دي بسبب فضايحك؟ هنيه. نعم، اظن تعرفني انا كمان. طبعا اعرفك. طبعا زي الستات اللي بتعرفهم، مش كده؟ هنيه. ايوه، ما تعرفش عندي كده. بابا فهمني عن كل حاجه عنك. هنيه بنتي. نعم، بنتك؟ اما انت جريء بشكل. مش كده؟ اطلعي انت فوق. طبعا هطلع. ربنا ينتقم منك يا عصمت يا درمل، زي ما سوقت سمعتي ودخلتني السجن من عمايلك، وبنتي كرهت بنتي فيا. بنتي اللي ما شفتهاش من 16 سنة. عجبك كلام بنتي هنية؟ هعمل فيك ايه يا درمل؟ فوضت امري لله فيك. انا مش شايف يا اخي ايه اللي يخليك تعمل في نفسك كده. وكل مشكله ولها حل، ومصير هنيه تعرف انك ابوها، وكل اللي اتقال عنك ما كانش صحيح. وانا شخصيا عاوزها تعرف حالا، انا زهقت من تمثيل دور الاب. طب والحل دلوقتي؟ لازم نفهمها كل حاجه. طب ما تطلع تفهمها. مين انا؟ مش معقول. امال مين اللي هيفهمها؟ انت وشريف. لا 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 لا، اوعوا تجيبوا سيرتي في الحكايه دي خالص. علشان خاطر لا، ما ده احنا اصحابك يا شريف واخواتك يا شريف. اتفضل قدامي، جاتك البلا منك له. طب وهي هتصدق ان انا ابوها؟ مش هتصدقك انت، انما هتصدقني انا. مين؟ انا عمو. اتفضل يا عمو. هنية. ايوه يا عمو. هنية. نعم. انت اعصابك جامده قوي قوي يا عمو. يعني لو قلت لك على خبر جامد، يعني في الواقع انا مش هقول ايه، انما ربما. حبيبي يا بابا. هنية بنتي، انا سمعت كل حاجه وعرفت كل حاجه. حبيبي يا بابا. يعني انت سمعتي ان بابا المزيف طلب من بابا الحقيقي انكم تتجوزوا؟ ايوه، لكن انا بقى مش موافقه. مش موافقه ليه؟ لازم اتاكد الاول من حقيقه شعوره. بقى بعد 6 اشهر لسه عاوزه تتاكدي من حقيقه شعوره؟ اولا ده زير نساء، ثانيا مرتبط بمشيره خطيبها يعني. البت طلعت انصح مننا. طب وهنحل الموضوع ده ازاي؟ محدش منكم يقول له اني عرفت الحقيقه، ونسيبه تحت الاختبار كمان 2 شهر. يا نهار زي بعضه، ده انت على كده تجننيه، ده بيحبك قوي. خليها تقدمه، خليه يبطل جري وصرمحه ورا الستات. يعني على كده لسه هو بابا. ايوه، وانا عصمت الدرملي. المبصبصات. انما انا انت هتفضل عمو على طول يا عمو. الحقني يا بابا! بابا الحقني يا بابا! هايل، كمان مره. ايه بس؟ مش عندي راجل المبصبصات ده يا بابا. تصور انه دخل اوضتي من غير ما يستأذن. طب مش كان معاه عم شريف؟ ايوه عم شريف معلش، لكن الراجل ابو عيون جريء ده. ايوه صحيح، عمو شريف معلش، لكن انت صفتك ايه هنا؟ علاقتك بيها ايه؟ اتفضل بره 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 بره. يمي عيون جريئة. بابا ما تبقاش
تاني يا بابا، احسن انا كنت خايفه منهم قوي. ما تخافيش يا حبيبتي، لحظه واحده. طيب. قلت لها ما قدرناش. جبتك يا عبد المعين. ما هو كله منك. سوقت سمعة ابوها، خليتها تخاف منه. ده احنا اول ما دخلنا عليها الاوضه راحت فاقعه بالصوت. ما قدرناش نفتح بقنا. طب وايه العمل دلوقتي؟ نأجل الموضوع شويه ونخليها فاهمه برضه انك ابوها. ما اقدرش استحمل اكتر من كده، عاوزها تعرف الحقيقه. طب واحنا مستعجلين ليه؟ عاوز اتجوزها. انت مزعق ليه؟ انت مالك؟ مش انت ابوها اهو. يلا. التراملي مشي يا بابا. ايوه مشي يا هنيه. الحمد لله، ما كانش هيجيلي نوم طول ما هو هنا. تعرف يا بابا انا بخاف منه قوي. بابا بابا بابا. إيه؟ انت زعلان من حاجه يا بابا؟ لا يا ستي. امال شخطت فيا كده ليه يا بابا؟ انا متاسف. تصبح على خير. انت من اهل الخير يا بابا. مش عاوز حاجه قبل ما تنام يا بابا؟ لا لا. صباح الخير يا بابا. صباح النور. ايه الفستان اللي انت لابساه ده؟ ايه ماله؟ بصراحه ما يناسبكيش. اشمعنى قبل مشيره بتلبس فساتين عريانه خالص؟ مالكيش دعوه بمشيره، ما تقارنيش نفسك بيها. ده انت سايبها تلبس اللي على كيفها مع انها خطيبتك. يوه. الراجل ابو عيون جريئه. يا صباح الفل والياسمين والبنات الحلوين اللي كبروا. الله بقى يا عمو، ما تكسفنيش قدام بابا. ايوه يا شريف، ما تكسفهاش قدام بابا. اطلع منها، انت مالكش دعوه. ايوه اطلع منها، انت مالكش دعوه. حاضر، يعني كلمتي انا بس هي اللي ما عجبتش. قبل مشيره. قبل مشيره. اهلا. ازيك يا هنيه؟ الحمد لله. الله 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 الله. ايه الحلاوه دي كلها؟ الفستان عاجبك؟ الفستان والتسريحه وكل كده على بعض. لكن ايه اللي خلاكي تعملي في نفسك كده؟ ابدا ولا حاجه يا عم. لازم قلبك كان حاسس. عصمت، في ضيوف عايزينك في الصالون. ضيوف؟ ضيوف مين؟ الله، شوكت، انت نسيت ميعاد ولا ايه؟ هو نبيل بلبل جاي معاه؟ طبعا، نبيل ومامته جايين يخطبوك يا حلوه. يخطبوها ولا ايه؟ هي الخطوبه دي لعبه؟ مش قابله ياخدوا راي ابوها؟ غريبه، ما انت وافقت على الحكايه دي قبل كده. ايوه وافقت، لكن لكن ايه؟ هنيه رفضت. على العموم انا هكلمهم بصراحه. انا مش فاهمه ليه مش عاجبه نبيل مع انه عريس كويس. انا ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. اهلا وسهلا. بيه. اهلا وسهلا. اهلا بك. انت ما قلتليش ايه رايك؟ رايي؟ نسال هنيه. اتفضل. هنيه ايه رايك؟ قولي رايك بصراحه، يعني قولي. قولي رايك بصراحه يا هنيه. هنية موافقة. مبروك يا نبيل يا ابني. هنيه ما تكسفهاش بقى، ولا ايه رايك يا مشيره هاني؟ في ايه؟ البنات لما يسالوهم عن خطيبهم ويتكسفوا وما يردوش يبقى معناها ايه؟ معناها انها موافقه. طب انا بقى يا جماعه هقول لكم رايي بصراحه. انا شخصيا مش موافق. ليه بقى؟ اقول لك ليه. علشان البنت لسه صغيره وما تفهمش في الحاجات دي. مين قالك الكلام ده؟ هنية مش صغيره وياما في بنات اصغر منها واتجوزوا. ما هو الجواز المبكر في احسن منه. ما خلاص بقى يا عصمت، الف مبروك يا اولاد. تعال نتكلم في المهم. الله. مالكوا قاعدين كده مكسوفين؟ انزلوا تمشوا في الجنين.
هم رايحين فين؟ يا اخي الولاد مكسوفين، ما تسيبهم. والله لايقين لبعض ولا ايه؟ قوي قوي. ايه في حاجه؟ لا ابدا، بس استناني جوه شويه، انا جايه لك حالا. زي ما تحب. هاي ايه بس يا بابي، في ايه؟ يعني ما انتش عارفه في ايه؟ ازاي تقبلي تتجوزي سي زفت ده؟ انطقي. انت مش قلتي لي امبارح انك انت لا يمكن تتجوزيه؟ ايوه. ومش قلتي لي كمان انك انت لا يمكن تتجوزي غير واحد شبهي؟ ايوه. الواد ده شبهي؟ لا. امال عاوزه تتجوزيه ليه؟ غيرت رايي. افهم من كده انك حبيتيه. ايوه. امتى بس؟ ده انت شفتيه مره واحده. هو الحب بالمواعيد يا بابي. يا اخواتي عندها حق، الحب زي المرض بيصيب في اي وقت، لكن بالطريقه دي مش ممكن. انت عمرك ما حبيت يا بابي؟ لا ما حبيتش. امال ازاي هتتجوز قبل مشيره؟ قلت لك ما تجيبيش سيره مشيره، ثانيا انت بتحبيه وعاوزه تتجوزيه في 60 داهيه. فاهمه ولا لا؟ مالك بتحبس ليه؟ عندي برد. فيها حاجه دي؟ طب وزعلان ليه؟ مش زعلان. فيها حاجه دي؟ عرفت تنقي النبيل يا هانم. متشكرة. وكتب الكتاب امتى باذن الله؟ قريب باذن الله. مبروك. الله يبارك فيك. ايه رايك يا عصمت؟ ما نكتب الكتاب الخميس الجاي؟ كويس قوي يوم الخميس. خلاص اتفقنا، كتب الكتاب يا جماعه يوم الخميس الجاي. الف مبروك. ايه رأيك يا عصمت؟ نتجوز احنا كمان يوم الخميس، ممكن؟ مفيش حاجه مش ممكن، كل شيء ممكن. يلا بينا نروح الفرندا. اوكي باش باش. هم رايحين فين؟ واحنا مالنا؟ ما تسيبهم يتبسطوا. واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ امال مين اللي ماله؟ انا فرحان بجوازنا قوي، تعرفي ليه؟ ليه؟ عشان يدخلنا مسابقه رقص، هناخد الجايزه الاولى. بوسني بسرعه. ايه؟ بقول لك بوسني. تعال. ايه ده؟ ايه الزلاله دي؟ انت فاكرها ايه؟ والله مش قصدي يا انكل، هي اسمع، لو عملت كده مره ثانيه هفسخ الخطوبه. اتفضل جوه. اي اي. اكسر رقبتك. ليه بس وانا عملت حاجه؟ كل ده ما عملتيش حاجه. مش خطيبي. عارفين انه السيزفت بتاعك. اتفضلي. انا هعرف ازاي اوقفك عند حدك. انا خلاص مش هستحمل اكتر من كده، فاهمه؟ انا خلاص فاض بيا. مش هعمل كده تاني يا بابا، بس انا مش عايزاك تزعل مني يا بابا. يا بابا يا بابا يا بابا، ما هو ده اللي مجنني. امال عاوزني اقول لك ايه يا بابا؟ ولا حاجه. اتفضلي اطلعي اوضتك. حاضر يا بابا. تصبح على خير. طيب بقول لك تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا ستي. يعني مش هتبوسني؟ كفايه عليك السينابيل بتاعك. اتفضلي. حاضر. ايه؟ مالك؟ زعلان ليه؟ تعال. بسمع اللي بقولك. انا مش هستحمل اكتر من كده، فاهم؟ تستحمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. انت فاهم كويس قوي. بس اهدى كده وفهمني. مش ههدى. ما هي تطلع تقول لها الحقيقه، يطلع اقول لها انا. اطلع انت حر، انا ما اقدرش. ما تقدرش. عنك ما قدرت يا اخي. هطلع اقول لها يعني ايه؟ هتاخدني؟ ايه؟